عمرك حسيت إن في نسخة تانية منك بتعمل نفس تصرفاتك بس مش انت؟ ده بالظبط اللي حصل لياسمين، وبدأ كل حاجة بصورة واحدة. القصة: ياسمين بنت في آخر العشرينات، عايشة في شقة صغيرة لوحدها، وبتشتغل أونلاين مصممة جرافيك. حياتها هادية روتينية، لحد ما بدأ يحصل شيء غريب. في يوم وهي بتراجع فولدر قديم فيه شغل ليها من أيام الكلية، فتحت مجلد اسمه حياة، ومش فاكرة إنها كانت مسمياه كده. جواه كانت فيه صورتها واقفة في بلكونة ما شافتهاش قبل كده في حياتها. الغريب إنها لابسة نفس لبسها اللي كانت لابساه من يومين، نفس اللبس، نفس تسريحة الشعر، نفس كل حاجة. بس في الخلفية كان في وش تاني بيظهر وراها، باين في زجاج البلكونة، نفس وشها. من ساعتها بدأت تحس إن في حد بيقلدها. كل ما تتحرك تحس إن في انعكاس بيتأخر نص ثانية، مش في المراية، في الزجاج، في شاشة اللابتوب، حتى في الموبايل لما بتفتحه. وبعد 4 أيام صاحبتها بعتت لها سكرين من انستجرام، حساب جديد باسم ياسمين دوت ريل. كل الصور اللي عليه لياسمين في أماكن ما راحتهاش، وفي صورة أخيرة نازلة من 10 دقايق بس، باين فيها ظهر ياسمين وهي قاعدة على سريرها، نفس اللبس اللي كانت لابساه وهي بتقرا الرسالة. بلغت الشرطة وقفلت الحساب ونقلت من الشقة. بس من يوم ما مشيت وهي بتلاحظ إن في بنت تانية شبهها بتعدي وراها في المترو، بتقف في آخر الصف، بتشوفها من بعيد، لكن كل لما تبص لها تختفي. اللي يعرف ياسمين بيقول إنها بقت ساكتة أغلب الوقت، وإنها لما بتتكلم صوتها بيطلع متأخر نص ثانية. القصة دي حقيقية ومذكورة بتفاصيل مشابهة على أكتر من منتدى أجنبي. انت رأيك إيه؟ هل ده اضطراب نفسي ولا في تفسير تاني؟ اكتبوا لنا رأيكم، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناة اسمع بس ما تخافش. هو